كم من الناس من لم تزده نعم الله إلا بعدا من الله جل وعلا. فالنعمة نعمة إن استخدمت في طاعة الله، وإلا فهي نقمة. النعمة إن كانت في خير، وإلا فذهابها خير من بقائها. فنظر لا ينفع ولا يكون سببا لجلب الحسنات، العمى خير منه. سمع يوقعك في معصية الله، الصمم خير منه. لسان يوبقك بمعصية الله، البكم خير منه. خطى تقودك إلى معصية الله، الشلل خير منه. عقل يقودك إلى خدمة الباطل واعتناق الأفكار المنحرفة، الجنون خير منه. أموال تقودك إلى معصية الله، الفقر خير منه. وبقية الأمور وغيرها نقول إن لم تقدك حياتك إلى طاعة الله فباطن الأرض خير من ظاهرها. فما لك بقاء في الحياة الدنيا إلا لتستعمل نعم الله لترقى بك في درجات الجنة، لترتفع درجاتك، ليزيد إيمانك. فأنت تتقلب في نعمة الله، نعم الله هذه بها ارتفعت درجات أقوام إلى أماكن عليا في الجنة، وبهذه النعم تردى أناس في دركات جهنم، وأوصلت بعضهم إلى أشد العذاب وإلى الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله.